أرى أنك تحمل علمين، المغرب وفرنسا. ماذا لو التقت المغرب مع فرنسا في نصف النهائي؟ ماذا ستفعل؟ شوف، إلا لعبوا المغرب مع فرنسا أولا غادي يكون عندي قلبي غادي يتفرقع، غادي اكسبلود. محل لأن عندي الوالد من المغرب والوالدة مع فرنسا. بحال الا قلت لك انت شكون اللي تتحب بزاف، الوالد ولا الوالده؟ أنت من تحب؟ انا احب بينالتيات يتعادلوا 0-0 وبينالتيات وفي الاخر المغرب، لان الى المغرب ربحوا في المغرب غادي يفرحوا بزاف. هنا في فرنسا ربحنا 2 مرات، دونك ان شاء الله الا كانوا فرنسا من المغرب غنقول لك المغرب باش يفرحوا تما في المغرب ويكونوا عندهم شويه ديال الفرح تما. يعني القلب يذهب أكثر نحو المغرب في حال. هذا النشانه من أجل فرحة يعني لم نختبرها قبل للمغرب. فرنسا اختبرت هذه الأمجاد ولكن المغرب لا، لذلك تصوت للمغرب. نيشان لا غنفرح بجوج بهم، ولكن قلبي غادي يمشي مع المغرب لان المغاربه غادي يكونوا فرحين اكثر من الفرنساويين. هادشي اللي كاينه. أنت من أين أتيت تحديدا؟ انا ما فهمت. من وين جيت؟ من انا خلقت في فرنسا ولكن عشت 15 عام في المغرب. والآن أنت من سكان قطر؟ انا سكن في باريس فرنسا، ولكن جيت لهنا لقطر باش نشوف كاس العالم. كيف وجدت التنظيم، الفعاليات، الأجواء؟ اولا عجبني الناس ظرايفين بزاف، و تنحس بيا كلشي ساهل. غنسول شي واحد غادي يجاوبني، غادي نخلي التليفون غادي يرجع لي التليفون. أمان. امانه كلشي ساهل. هادشي علاش نحب بزاف قطر.